السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه. موضوع زاد عن حده، موضوع كبر قوي. التنمر والتريقة عن الناس والمهزقة بالناس. الموضوع دوت مبقاش سهل. هتفضلوا لحد امتى؟ هتفضلوا لحد امتى تعيبوا على الخلق؟ هتفضلوا لحد امتى تتكلموا على ده وعلى ده وعلى ده؟ هتفضلوا لحد امتى مش عاجبكم حد؟ هتفضلوا لحد امتى الناس الجميلة، الناس الطيبة، الناس النادرة هي كل اهتمامكم ان انتوا تنمروا عليهم، ان انتوا تتكلموا عليهم؟ الناس الطيبة، الناس المؤدبة، الناس المتربية، انتوا بتتكلموا عليهم. لكن انتوا عايزين ايه؟ تتنمروا ليه؟ النهارده اتنمرتوا على الشاعر الجميل، التيك توكر العظيم النادر الوجود، شريف نصار، اللي كان بيعمل محتوى حلو، محتوى محترم، محتوى بينصحكوا فيه بنصيحة بالشاعر المحترم. راجل راقي، راجل كله رقة وإحساس وكله. ايه ده؟ في ايه اتنمرتوا عليه لما جبتوا أجله، لما جات له حالة نفسية ومات؟ هنفضل لحد امتى بالطريقة دي؟ هتفضلوا لحد امتى بالأسلوب دوت؟ كل يوم ننادي ونقول لا للتنمر. لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هتفضلوا تشجعوا المحتويات اللي وحشة، المحتويات اللي هي الهابطة؟ عايزين الرقص، عايزين الهق والمق، عايزين الكلام الفارغ، مش عايزين الحاجة الكويسة اللي تنفعكم في حياتكم، مش عايزين تسمعوا كلام الكبار، الناس اللي هي القديمة، الزمن الجميل اللي كان ليه شدنا ورنا، الزمن اللي احنا اتربينا عليه، طلعنا محترمين، طلعنا بنحترم ابهاتنا وامهاتنا والناس الكبيرة. انتوا عايزين تطلعوا ما تعرفوش حاجة في المجتمع، مخكوا ساح، مخكوا ملوش غير المخدرات وقلة القيمة وقلة الأدب. لكن تفكروا تعملوا حاجة صح، تعملوا حاجة تبقوا كويسين بيها، تعملوا حاجة ترفعوا مقامكم بيها، لأ، دايما عايزين مقامكم الأرض، عايزين تقلدوا قلة الأدب، تقلدوا محمد رمضان، تقلدوا البلطجة، تقلدوا أي حاجة، لكن تقلدوا الصح لأ. تتنمروا على الراجل المحترم، تجيبوا الأرض لحد ما توفاه الله. ها؟ عمل لكم ايه؟ عمل لكم ايه غير ان هو كان بيقول كلام كويس، كلام محترم؟ لكن احنا في زمن ما فيهوش احترام، زمن اتقل منه الاحترام والخير. خيرة الرجال بتموت، لكن بيفضل ايه؟ الواطي والخسيس. فضلنا في زمن الخستة والندالة، ان انتوا تقل ادبكم على الكبير. احنا كنا زمان الكبير اللي شالنا ورنا، الكلمة اللي هي الصح اللي بنمشي عليها، الكلمة اللي هي بتتقال في مصلحتنا بندور عليها. لكن بالعكس، انتوا وصلتونا لايه؟ وصلتوا نفسكوا لايه؟ هفضل اقول لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر. ولازم نعالج شبابنا ونعالج بناتنا ونوصل للصح، الصح اللي يتعمل مش الغلط اللي نمشي وراه. لا للتنمر.